رمضان جاء، نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا، من صامها بلغ المرام، ملئت ليالينا السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أصاب المسلمين في أحد، ما أصابهم من جراحات، وما وقع فيهم من قتل، فالمحنة قاسية والوقت عصيب، فالدولة لا تزال في أولها. يأتي القرآن ليقرر لهم أنتم الأعلون. نعم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا ولا تحزنوا فهما يحطمان الطموحات، لا تهنوا ولا تحزنوا فهما يعصفان بالأحلام، لا تهنوا ولا تحزنوا فهما يضعفان النفس ويقعدان عن المسير. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذه الآية تستدعي منا أن نقف وأن نعيد النظر في معنى العلو ومعنى الرفعة ومعنى العزة، أيكونان بالمال أو يكونان بالجاه أو يكونان بالعدة أو هو الإيمان؟ نعم، هو الإيمان إن كنتم مؤمنين. فما دمتم مؤمنين فهي العزة وهي الرفعة وهي النصر وهو العلو. فما أصابكم من جراحات وما أصابكم من أسى قد أصاب غيركم، لكنكم ما تنتظرونه من ربكم لا ينتظره غيركم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.